علب كتير ممكن نكون بنفتحها ونعينها جوه التلاجة واحنا مش عارفين هي المفروض صلاحيتها بعد الفتحة تبقى قد ايه. اول حاجة منهم هي المايونيز. المايونيز بعد ما بنفتحه صلاحيته لمدة شهر واحد بس جوه التلاجة، وده لانه بيحتوي على بيض ني فمينفعش نحفظه اكتر من كده. تاني حاجة المستردة تستحمل من 3 ل 6 شهور، وده لان هي بتحتوي على الخل اللي هو اصلا مادة حمضية عالية بتحافظ عليه لفترة طويلة غير المواد الحافظة المضافة اليه. الحاجة الثالثة وهي الكاتشب، فهو برضو بيستحمل من 3 ل 6 شهور لأنه بيحتوي على سكر وملح وخل غير كمان المواد الحافظة المضافة ليه. أما الزبادي بعد ما بنفتحه بيتحمل لمدة يومين بس وهو مفتوح جوه التلاجة. مهم هنا ناخد بالنا لو بنشتري العلب الكبيرة الكيلو أو نص كيلو نستهلكها خلال يومين، ولو مش هنستهلكها خلال الفترة دي يبقى الافضل ان احنا نستبدلها بكميه من العلب الصغيره اللي بنسحب منها كل يوم على قد احتياجنا اليوم. بالنسبه للجبنه الفيتا بيبقى صلاحيتها من بعد الفتح لمده اسبوع واحد بس. اما الجبن الكريمي او السبريد بتبقى صلاحيتها اسبوعين اتنين. اللبن المبستر صلاحيته توصل لاسبوع. اما اللحوم المطبوخه فبتوصل صلاحيتها من 3 ل 4 ايام. لو ناويين نحتفظ بيها لفترات اطول من كده فمن الافضل الاول ان احنا نحطها على طول في الفريزر وما نحفظهاش فترات في الثلاجه. اكتبوا لي في الكومنتس ايه حاجات تانية محتاجين تعرفوا مدة حفظها بعد ما تتفتح. خليكم في السلامة.